السلام عليكم حبايبي اخواتي واصحابي، كل سنه وانتم طيبين. والله واحده صاحبتي حبيبتي كده قعدت تقول لي هاتي الميكرويف، جميل الميكرويف. فعلا على فكره بنات الميكرويف جميل جدا. بس في مشكله في الميكرويف لازم كلكم تعرفوها، وانا اتعرضت لها وكنت هتعرض للانفجار. فانا عملت الفيديو ده مع ان هي جوالات تنبيها لاخواتي وحبايبي. الميكرويف يا بنات ما ينفعش، هو طبعا بيتحط فيه عادي في اطباق صيني فيه. فلما تحطي في طبق صيني يا ريت طبق الصيني بتاعك يكون طبق قديم. يعني ايه قديم؟ يعني الطبق ما ينفعش يبقى فيه حز ذهبي زي كده او حز فضي. يعني بصوا عايزه اقول لكم حاجه. الميكرويف يعني بوله زي دي كده، انا اسفه على الصوت. بوله زي دي الحز الذهبي بتاعها قوي جدا زي كده. يعني لو في بوله عندك صغيره بس حز ذهبي قوي زي كده، او حز ذهبي جامد زي ده كده، ما ينفعش تحطيه. ليه بقى؟ كان هيعمل لي انفجار. الطبق ده كان هيعمل لي انفجار في الميكروويف، لان انا غطيت بيه البوله دي كده، غطيت بيه انا البوله دي كده اهو، فطبعا كان هيعمل لي انفجار فيه. فانا حبيت اعمل فيديو اقول لكم ان الميكروويف ما تحطش فيه حاجه ذهبي قوي. ايه بقى اطباق الميكروويف اللي محطوطه؟ يعني طبق الاستانلس ما ينفعش تحطيه في الميكروويف. ليه؟ لان هو يعتبر الميكروويف ده او هو اصلا اشعاع، وطبعا انت بتعكسي الاشعه فبتولعي، فبيروح مولع جواه، وحصلت معايا. انا حطيت البوله، البوله دي كده. بصوا يا بنات، فتحت الميكرويف، حطيت البوله دي وحطيت عليها الغطا ده كده، ودي الغلطه اللي انا عملتها طبعا. فاللمعه دي دي كده ولعت، فطبعا انا رحت بسرعه قافله الايه الميكرويف. فعايزه اقول لكم بلاش تحطي حاجه فيها، خدي بالك من فيها لمعه او حاجه عكسه اللمعه. ممكن بقى طبق يعني صيني زي ده مثلا قديم شويه، ده طبق قديم طبعا مستعمل كتير جدا، فالحز بتاعه بصوا اتطفى او يكاد يكون اتمسح اهو، بصوا شايفينه ده ممكن. انما الطبق اللي فيه الحزه بتلمع جامد زي كده، واخد بالكم؟ يعني في طبق مثلا فيه الحزه دي، انا جايبه لكم دي عشان اقول لكم لو في طبق فيه الحزه دي ما ينفعش يتحط هنا، يولع. وده اللي حصل معايا. تمام. الاطباق بقى المستعمله والافضل في ده كله البايركس. طبعا انا كان عندي طقم بايركس اهو، ده طقم بايركس اصلي، وممكن لو مش بايركس ازاز تقيل شويه. تمام، زي مثلا طقم الازاز ده، طقم الازاز ده يعني ده بايركس بس درجه تانية، مش جوده. وممكن الازاز العادي بس يكون سميك شويه زي دي. دول اللي اتحطوا. ممكن البوله دي تتحط بس من غير حاجه بتلمع، يعني دي عادي. بحط فيها الشوربه، احطها بتشتغل زي الفل. هو الميكرويف جميل في ايه؟ في ان هو سريع، سخني شوربه بسرعه، اكل بسرعه. ممكن تجيبي طبق مجزأ وتحطي خضار ورز وفي الطبق المجزأ وتحطيه، هياخد على فكره. بصوا ده 20، ده مش كبير بس بياخد، وبياخد صينيه كمان على فكره يا بنات. بس انا مش بحب احمل عليه. ليه بقى؟ هقول لكم. هو انا بحب احط ايه، يعني كل ولادي يعني يسخنوا الطبق بتاعهم اللي هم عايزين ياكلوا فيه. هنا انت بتمسكي الطبق ده كده، واخدين بالكم؟ هو كده هما مش متركب، الولاد محركين. انت بتعدلي دي كده اول ما بتجيبيه، وهنا دي الثلاث اخرام دول في ليهم فتحه جوه، انتوا مش هتشوفوها عشان الدنيا ضلمه. فانا بظبط الاول عشان الطبق ما يوقعش، عشان هو بيروح يمين وشمال بس، وبشغله. هنا بقى السرعات بتاعته. ال100 دي للوسط. تمام. ال100 دي الوسط تاخدي معاها واحد عيش لو عايزاه طري، لو عايزه يعني تخليه دافي شويه 2، عايزه تنشفيه 3. ده بالنسبه للعيش. بالنسبه بقى للخضار، لو استعملتي ماي هاي او الشوربه هتبقى مولعه نار مع الواحد. كل ما بتزودي مع الماي هاي دي، الام هاي دي بيسخن معاكي بزياده. الميلودي ديت يا بنات لان انت لو عندك لحمه مجمده او فراخ مجمده وعايزه اي حاجه فيها تجميد، عايزه تفكيها من التلج، بتستعمليها مع 3. بس انا انصحكم، انا استعملت الميلودي مع ال3 دي صراحه، ما يعني خد وقت، فرجعت للماي هاي مع 2 فك معايا. لو عايزه تعملي بيتزا على فكره بتعمل فيها، اصل ده حتى ال 20 سم بيدخل صينيه، يعني انت ممكن تعملي صينيه بيتزا عادي فيه. مش بتعملي ايه بقى؟ بتخليه على الهاي اعلى حاجه، وبتخليه مثلا على ال35 ال30. صراحه انا لسه ما جربتوش في البيتزا، انا مستعملاه للتسخين.
اللبن اوعي تسخني فيه لبن، اللبن بيفور وبيتقلب كله في الطبق وبيبهدله. بلاش اللبن ولا الميه، لان دول فيهم نسبه فوران. ولا الميه. الشوربه طلع تمام، يعني تعملي في الشوربه طلع تمام. العيش جميل جدا فيه. العيش اللي هو بتحطي له جبنه بتحطي له جبنه وبتحطيه في الميكرويف بيسيح وبيبقى زي الفل. بس كل ما بتزودي السرعه 1 2 3 بتنشفي العيش. فانت ما خلي السرعه على 100 لو انت عايزه تسيحي جبنه فيه، وخليه على 2 عشان يطلع العيش طري والجبنه سايحه. فديت نصيحتي ليكم، لان انا يعني اول مره استعمله، بس صراحه جميل جدا جدا. سريع. انت جايه تعبانه، ولادك تعبانين، حطوا العيش، وبعدين العيش انت ممكن تحطي سطر عيش فوق بعضه. يا سلام بقى لو عندك بكومه وكيس فيه بكاكين كده وحطيتيه. وممكن تعملي البيتزا نيه وتحطها في التلاجة عادي في الفريزر، ومين ما تحتاجيها تحطي الخلطات بتاعتها يعني، وتحطيها في الميكروفون هتطيب. وفي كيكه اسمها كيكه البيتزا بتتعمل فيه. بس انا صراحه لسه ما استعملتش الكيكه والبيتزا. انا كل الفيديو كان معمول عشان اللي حصل ان كان الميكروويف هينفجر. فانا حبيت اقول لكم ان الميكروويف بلاش تعملي فيه ذره فشار. هو الذره هيتعمل زي الفل وكل حاجه، بس هيبهدلك الميكروويف. مش هيتعمل، لا هيتعمل بس هيبهدلك الميكروويف. ولو غطيتيه بحاجه بيعمل انعكاس. تمام. وما ينفعش ان الطبق حتى الصيني يبقى طبق صيني من اللي هو بيلمع قوي الجديد ده. طبق يكون بيلمع قوي زي مثلا البوله. انا عندي حتى الابيض بتاعها بيلمع قوي، لان طبعا انتوا عارفين دي استعمالاتها، البوله استعمالاتها مش كتير، مش زي الاطباق مثلا البوله ديت مطفيه شويه، دي كلنا عندنا منها مطفيه شويه. فبلاش حاجه اللي تعمل انعكاس للشعاع اللي جواها. وربنا يسترها يا رب معاكم حبايبي واخواتي واصحابي. ورمضان ورجب سعيد عليكم ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين.